بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. النادي الاهلي فريق مكتظ بالنجوم اصلا قبل ما يجيب صفقات. يعني لو جيت سالتني انا مثلا، لو انا مكان واحد اهلاوي السنه دي داخل الموسم، عندي حسين الشحات، عندي كهربا، عندي بيرسيتاو، عندي طاهر محمد طاهر، عندي، يعني انا قلت لك اربعه اهو. نادي الزمالك ما فيهوش الا زيزو، وممشي مين بقى؟ ممشي احمد عبد القادر، ممشي ديانج، ممشي محمد شريف، ممشي لعيبه تقيله جدا. فنادي الاهلي ما عجبوش الكلام ده كله. شوف اللي افترى بقى جاي راح يعمل ايه. راح ممشي ديانج، ممشي احمد عبد القادر، ممشي بيرسيتاو، وممشي كهربا، وراح جاب مين بقى؟ امام عاشور 3.5 مليون دولار. جراديشار ده مارد مش لعيب، كل ماتش جون بسم الله ما شاء الله يعني. تريزيجيه من طرابزون التركي، مبلغ وقدره. والكارثه الكبيره اشرف بن شرقي. طيب بعد ده كله النادي الاهلي بقى اظن المفروض يريح الحكام شويه، ويريح مسؤولين اتحاد الكره اللي بيعملوا تاجيلات. المفروض بقى ان انت كده يا بطل هتكسب بمجهودك، وان شاء الله يوم ما الاهلي والزمالك يلعبوا يوم 22 الشهر الجاي النادي الاهلي هيحط علينا حطه وحش. احنا عايزين نشوف بقى هل الاهلي فعلا الصفقات دي هتعمل قيمه وهتعمل اضافه قويه للنادي الاهلي في بطوله الدوري وبطوله دوري ابطال افريقيا، والاهم طبعا في كاس العالم للانديه. لان لو انت مشجع اهلاوي او زملكاوي وفاهم ان الاهلي جايب الحاجات دي عشان دوري الابطال، لا، احب اقول لك انت غلطان. الاهلي بيكسب الدوري، بيكسب الكاس، وبيكسب دوري ابطال افريقيا، وبيوصل كاس العالم للانديه كل سنه باللعيبه اللي كانت موجوده. فالخطيب جايب اللعيبه دي عشان كاس العالم للانديه. بنتمنى لهم طبعا التوفيق، واحنا مش ضد التجارب الناجحه. النادي الاهلي ناجي، تختلف معاه تتفق معاه، فريق ناجح، فريق واقف على رجليه، فريق كل سنه في كاس العالم. وان شاء الله ربنا يكرمهم في كاس العالم لما هيلعبوا بقى انتر ميامي، وهيلعبوا بورتو وبالميراس البرازيلي. ودي حاجه كويسه ومشرفه للرياضه والكره المصريه عموما. النادي الاهلي عنده مباراه يوم الخميس ان شاء الله الساعه 7 مساء مع فريق بتروجيت. وفريق بتروجيت طبعا مش عايزين نظلمه، لازم نديله حقه برده معانا في الفيديو. فريق بتروجيت من الفرق القويه جدا في الدوري المصري السنه دي. لو انت كوير وانت متابع كوره كويس تعرف ان ماتش الاهلي وبتروجيت ماتش مش هيبقى سهل على النادي الاهلي، وفي نفس الوقت طبعا هيبقى صعب جدا على بتروجيت باعتبار الصفقات اللي عملها النادي الاهلي. اكتبوا لنا رايكم في الكومنتات، مين اللي متوقعين ان شاء الله ان هو يفوز بمباراه الاهلي وبتروجيت. وما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناه. وبشكر كل اخواتي وحبايبي الاهلاويه اللي بيعلقوا علينا باسلوب كويس واسلوب محترم. في انتظاركم في الكومنتات باذن الله.